السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض إن شاء الله المسقعة. رح نعملها بشكل سريع ومكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، لأنه إحنا اليوم عملناها بدون أي نوع من اللحوم. رح يكون معكم من أشهى وأروع أنواع المسقعة اللي ممكن تجربوها. يلا مع بعض نشوف كيف جهزنا وصفتنا لليوم. عندي من المقادير حبة من البتنجان حجم كبير، حبة من البصل المفروم ناعم، مقدار معلقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم، قرن فلفل أخضر حامي مقطع بهذا الشكل، وكمان حبة من الفلفل الأخضر الحلو الملون، وعندنا كمان عصير طماطم، ورح نحتاج لبعض البهارات اللي حنضيفها أثناء الطبخ. أول خطوة عملناها غسلت حبة البتنجان بشكل كتير منيح وجففتها من المية، ورح أقطعها بقشرها بهذا الشكل. رح نقطع الحبة بالطول من النص بهذا الشكل، وبعد هيك حنقطعها شرايح طولية، ما تكون سميكة كتير ولا رقيقة بشكل كبير حتى ما تذوب معنا وتنهري أثناء القلي. قطعت كل كمية البتنجان اللي معانا بهذا الشكل، رح أرش عليها رشة من الملح ونتركها لمدة 10 دقايق حتى تنزل المية منها، وهذا الشي رح يساعدنا على إنه ما يتشرب البتنجان زيت أثناء القلي. رح نقلي قطع البتنجان لحتى تاخد لون ذهبي خفيف ونطفي عليها النار. وبعد ما أخد البتنجان هذا اللون رح نرفعه على النار ونصفيه كتير منيح من الزيت. في مقلاية على النار ضفت فيها معلقة كبيرة من الزيت النباتي، هنزل عليها الفلفل الأخضر الحامي والفلفل الأخضر الحلو، هقلبهم مع بعض تقليبة سريعة، وهننزل عليهم التومة. هنقلبهم مع بعض لحتى ياخد الفلفل لون بسيط. أول ما بلش الفلفل مع الثوم يتدبلوا بهذا الشكل رح أنزل البصل المفروم، رح أقلبهم مع بعض. هنضيف عليهم معلقة من الملح
معلقة صغيرة كمان من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الكمون، وهقلبهم مع بعض بشكل منيح. رح اقلب لحتى تبلش تتدبل معنا حبة البصل. اول ما تدبل البصل مع الفلفل رح انزل عليهم بصلصة الطماطم، بعصير الطماطم اللي جهزناه مع بعض. بعد ما ضفت عصير الطماطم رح انزل معلقة من الصلصة فقط لتعزيز اللون. رح اقلبهم مع بعض بشكل منيح واتركهم على النار لحتى تتسبك معنا الصلصة بشكل كامل. اتسبكت معي الصلصة، هلأ رح انزل عليها قطع البتنجان. رح اقلبهم مع بعض بشكل خفيف حتى ما ينهري معنا البتنجان. رح اتركها هلأ على النار لمدة 3 دقايق لحتى يتشربوا من نكهات بعض، ونطفي عليها النار بتكون هيك معنا جاهزة. هيك صارت معي المسقعة جاهزة، رح نطفي عليها النار. المسقعة صارت جاهزة، رح ننزلها في طبق التقديم. صراحة من أشهى وأروع وصفات المسقعة اللي ممكن تجربوها. عملناها بشكل سريع، ما أخذت منا أي وقت، وما تشربت زيوت كتيرة. الأكلة صحية ومغذية، والبتنجان فيه فوائد كتيرة، واحتوت على مجموعة من الخضار. بنصحكم إنكم تجربوها بطريقتنا. إذا عجبتكم وصفتنا لليوم فضلا ما تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، لأن قناتنا ما بتكبر إلا فيكم. شكرا لكم ويعطيكم العافية.